السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله. الفيديو يعجبكم. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو، كان فعلا من فترة طويلة. بس ان شاء الله الفيديو ده نستمتع فيه مع بعض وتعجبكم يعني الافكار اللي فيها، واتمنى ان انتوا تستفادوا منه. وقبل ما نبدأ كده الفيديو، تعالوا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. بصوا بقى حبايب قلبي، الفيديو ده انا هعمل فيه كده حاجات بسيطة يعني. عندي الصالون ده بتاعي. هو خلاص اللون بتاعه بتاع الخشب بتاعه، حاسة ان هو في اماكن معينة كده منه بقت بهتت شوية. فانا هحاول اظبطها معاكم، وتعالوا نشوف كده انا هعمل ايه. جبت معايا كده بطانية قديمة او اي مفرش عندك قديم او دفاية قديمة من اللي هي الحافظات دي. تفرشوها بالطريقة دي كده على السجادة، او لو هتشيلوا السجادة خالص. بس انا ما كنتش هشيل السجادة يعني دلوقتي، ففرشت بطانية قديمة كده عشان لو نزل منها حاجة من الحاجة يعني اللي انا هحطها على الصالون، تنزل على البطانية دي. كده كده ممكن تتغسل بسهولة. جبت كده الكرسي من كراسي الصالون، لان انا طبعا مش هقدر ادهن الصالون كله قدامكم. الفيديو طبعا هيبقى طويل جدا، فانا هدهن معاكم كرسي واحد بس. لو عجبتكم بقى الفكرة في اخر الفيديو، وتكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي رأيكم ايه. وياريت ما تبخلوش عليا في اللايك. بصوا المادة دي بقى، هو انا مش عارفة بالظبط بتتقال ازاي، بس انا قلت له عايزة لون ذهبي المع بيه الصالون، راح اداني ده. بصوا فتحته كده لان هو بيبقى مضغوط جامد، بيتفتح كده. بس تاخدي بالك عشان ما يدلقش منك باي معلقة او سكينة. وتقلبيه كده لان هو بيبقى متجمع تحت كده، رواسب متجمعة مكلكعة جامد. فانا حاولت افك فيها كده بالمعلقة. بصوا هو لونه جميل جدا ولمعته جميلة جدا. وبرضه هقول لكم على ميزاته وعيوبه في الفيديو ده وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله، لان الفيديو ده يبقى متقسم لجزئين لانه هيبقى طويل جدا. لمعت الاول كده الكرسي الصالون بتاعي بحته. شلت التراب من عليه عشان لما اجي ادهنه التراب ما يبقاش طبقه عازله. لمعته كويس كده. وجبت بقى، بص عندك لفظ، عندك اللي هو الجوانتيات. انا الحقيقه ما كانش عندي وقتها وكنت مستعجله. وجبت عندي فرخ سفنج زي كده، او عندك اي فرشه، بس انا ما حبيتش الفرشه. عشان الفرشه هتخليه نقط، لكن الاسفنجة بتشرب الزيادة، فهي هتدهن بالظبط، مش هتخلي حاجة تنقط معايا. وحطيته كده، حطيت حتة السفنجة في كيس واديني دهنت بيه. باخد كده واحدة واحدة. البرطمان اللون ده، ده انا كنت جايباه ب50 جنيه، بس هو اكيد برضو غلي دلوقتي في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. مش عارفة بصراحة بقى بكام. انا جايباه من عند الموان اللي بيبيع البويات يعني والحاجات اللي زي كده. بصوا بيدي لمعة جميلة جدا. هقول لكم برضو في الاخر هو عملي ولا لأ. طبعا الكرسي فيه الحاجات الشغل القايمة ده، انا بحاول ادخل بقى في كل الفراغات اللي من جوه ديت اللون الملمع ده. بصوا الايدين دي اكتر حاجة كانت لونها باهت، عشان دي مكان حطة الايدين. يا رب ما تملوش كده من الفيديو ان شاء الله يكون عاجبكم وتستفادوا منه. انا عارفه ان انتوا طبعا كلكم شاطرين اللي تايه عن باله يعني ان يجيله فكره زي كده. انا بحاول اهو اجيب لكم اي افكار انا بعملها عشان تستفادوا منها. اللي عندها صالون زي كده وحابه ان هي تجدد فيه، مش شرط ان انت تكلفيه جامد او توديه عند المنجد.
بصوا يا جماعة، بصوا اللون مدي لمعة جميلة جدا. بصوا انا دهنته كده كده، خلصت الكرسي ده خالص. هخلص بقى الصالون كله. بصوا كده معايا برضو الصالون كله انا اديت له تلميعة برضو من المادة المذهبة دي، بدل ما تنزلي المنجد. والمنجد طبعا بياخد مبالغ جامدة دلوقتي، عشان خاطر يجدد لك اي صالون هياخد مبلغ وقدره يعني. فاحنا دلوقتي مش حمل بصراحة في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده والمسؤوليات الجامدة اللي علينا. اللي قادرة تعمل وعارفة ان هي هتطلع الحاجة كويسة من تحت ايدها، اعملي وجربي في البيت، مفيش اي مشكلة. بس كده، تعالوا بقى نروح لحاجة تانية في الفيديو بعيدا خالص عن الصالون. انا بقى كنت عند جارتي وحبيبتي، قالت لي انا عجبتني عندك صينيه فراخ بالبطاطس. قلت لها من عينيا الاتنين انا اعملها لك، يا رب تعجبك. قالت لي لا اعمليها لي وان شاء الله تطلع كويسه. فعملتها لها كده وما شاء الله عجبتها جدا جدا، فانا قلت اوريها لكم. ربما يعني تكون فكره بالنسبه لكم جديده، طبعا في ناس كتير كده عارفاها وبتعملها. طلعت كده لقيتها جايبة الفراخ ما شاء الله منضفاها حلو وغسلاها بملح ومعقمة المية كده حلو، بس ميتها ما شاء الله نضيفة ومش زفرة خالص. قطعتها كده لان ما شاء الله الفرخة كبيرة برضو، مقطعة على 8 برضو. القطعة حلوة عشان برضو ما تبقاش نية من جوه. صفتها كده بالطريقة دي وشطفتها حلو من المية وملح وسبتها كده تتصفى. كنت انا بقى هنا جبت حله كبيره كده، ما شاء الله كبيره واسعه يعني، حطيت فيها ماده دهنيه وسبتها تسخن على النار. كانت الفراخ خلاص اتصفت معايا. جبت قطع الفراخ كده واديتها صدمه كده في الماده الدهنيه دي لازم خطوه مهمه عشان السوائل اللي في الفراخ تحتفظ بيها، ما تنزلش ويبقى طعمها كده مسكر، وطعم المرقه في الفرخه نفسها ما ينزلش. تبقى طعمها حلو كده معايا. اديتها صدمة واستنيتها شوية لما تحمر، وبدأت بقى قلبتها الناحية التانية بالطريقة دي. بصوا شايفين كده اللون احمر كده بقى جميل جدا، لونه ذهبي كده، ادى صدمة وبرضو المية بتاعت الفراخ ما نزلتش منها، علشان النار كانت عالية والحلة سخنة. لو النار بطيئة والحلة مش سخنة كانت الفراخ هتنزل ميتها، فانا ما حبيتش ان تنزل ميتها. حطيت لها بقى كده حبة فلفل اسمر عشان يدوا ريحة كده للفراخ. جبت معايا هنا بقى البصل، كنت مقطعاه، وبدأت بقى اقطع بقية الخضار. جبت معايا هنا بطاطس، وكان معايا فلفل حامي على رومي. بس كده مش هضيف اي خضار تاني. قطعت كده البطاطس مكعبات، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة عشان ما تتهريش، او لو كبيرة ما تاخد سوا كده قد بعضها وسط حلوة. كنت انا غسلاها قطعتها كده وهبتدي بقى احطها في مكان اوسع، وهتتغسل تاني عشان النشا اللي نزلته. على ما الفراخ بقى تاخد الصدمة في الوش التاني هكون انا خلصت البطاطس. طبعا حاجة كويسة جدا لما حد يطلب مننا حاجة وما نتأخرش عنه، وبالذات لما يبقى في علاقة كويسة وأخوية ما بيننا. الجيرة دي حاجة جميلة جدا، بس لما بيكون المعاملة كويسة وفي حب وفي تبادل في المعاملة في أي شيء. بصوا أنا يعني أنا بتعامل مع جيراني كده. شفتوا زمان لما كنا نقول بقى ايه، والله أيام زمان كانت الجيران كويسة والجيران حلوة مع بعض. احنا الحمد لله في بيتنا الجيران كجيران كده كويسين جدا جدا مع بعض، ربنا يهدينا على بعض طبعا. انا بحس ان هم اخواتي وانا اختهم، ما بنتاخرش على بعض في اي طلب. كويسين جدا جدا مع بعض يعني، ربنا يهدينا كده. فعلا زي ما بيقولوا الجار القريب احسن من انا مش عارفه بتتقال ازاي، هي بتتقال الجار الحبيب احسن من القريب وبعيد. ليه؟ لان الجار هيلحقني في اي شيء، حصل عندي اي حاجه. جاري لو كويس هيلحقني قبل قريبي. فالمعامله الكويسه طبعا مع الجيران دي مطلوبه.
لو نقدر على اي طلب نعمله وما نتأخرش عنه. بس كده. شايفين بقى البصل، حطيت البصل وسبته كده دبل معايا، عمل معايا صوص ريحته جميلة جدا جدا. البصل مع الفراخ بجد بيبقى ريحته فظيعة كده. ضفت كده مج مية بس عشان الفراخ تاخد راحتها في السوا، عشان طبعا الفراخ دي كبيرة ما تبقاش مدممة من جوه، يبقى فيها دم كده، لا تبقى مستوية لغاية العظم بتاعها من جوه. سبتها كده بقى تستوي مع نفسها. بصوا قرب ما الفراخ تقرب خالص على سوا، لان انتوا عارفين البطاطس ما بتاخدش اي وقت في السوا بتاعها. انا حطيت كده الفراخ، كانت البطاطس سوري، البطاطس حطيتها قرب ما الفراخ خلاص كده دخلت على سوا. هضيف لها بقى برضو مج ونص ميه علشان تستوي فيها، ما كترتش. دي كده بصوا حتة توم دي اختياري، بس هي فعلا بتدي طعم جميل جدا للاكل، بتديله ريحه جميله جدا برضو. اللي مش حابب طعم او ريحه التوم ما يحطهاش، بس هي بتفرق بجد في الطعم وفي الريحه. انا كده ضفت حبه ميه برضو مش كتار، وهسيب بقى البطاطس مع الفراخ كده ياخدوا ويدوا مع بعض. ضفت بقى بقيه البهارات بتاعتي كده، الملح والكمون اي بهارات عندك انت عايزه تحطيها حطيها. ممكن ورقتين لوري برضو بيدوا ريحة جميلة جدا. عندك حبيتين حبهان، حبيتين مستكة برضو، الحاجات دي بتدي ريحة جميلة جدا للفراخ او طعم الاكل عامة. طبعا البهارات والمنكهات دي انت وراحتك فيها. انا حطيت هنا برضو معايا مكعب ماجي، بيدي طعم جميل جدا برضو للاكل. هو عامة الفراخ مش محتاجة يعني مكعب ماجي، بس يعني انا بحبه في الاكل، بيدي كده طعم. كده بقى كانت الفراخ استوت والبطاطس استوت واتشربت معايا حلو. حضرت هنا معايا صينية، رصيت كده الفراخ في طبق لوحده الاول، طلعته كده طلعت الفراخ من البطاطس في طبق كده لوحدها. بصوا كانت دايبه دوب كده الفراخ، مستويه ما شاء الله، ولا فيها بقى دم من جوه ولا اي حاجه، كده استوت على الاخر. شايفين اهو الدبوس كمان، يعني بصوا استوى قوي. محدش يقول لي لا الفراخ بتبقى نيه، لا انت على حسب سواكي. حطيت بقى البطاطس هنا اللي باقيه معايا اللي كانت في الحله، حطيتها كلها كده في صينيه وظبطتها كده وسويتها. وهبتدي بقى ارص الفراخ عليها كده بالظبط متساويه برضو. بصوا بقى مش قادره اقول لكم على ريحه البطاطس بجد من غير فراخ حتى. تاكلوها بجد شهيه جدا وطعمها جميل جدا. بألف هنا وشفا. كده رصيت بقى الفراخ كلها كده معايا، وشغلت الشواية وحطيتها تحت الشواية. بصوا بقى كده بعد ما طلعت من تحت الشواية محمرة قوي قوي من فوق وناشفة. الصوص بتاعها مش خفيف قوي، يعني حاجة بسيطة كده. تقدروا تعملوا جنب منها رز بسمتي، تقدروا تعملوا رز بشعرية، حابين تعملوا مكرونة محمرة جنبها، اي حاجة هتمشي معاكم. حبيتوا تعملوا سلطة جنب منها برضو، وتستكفوا بحبة سلطة بس كده ماشي. لان انتوا حبيتوا تاكلوها بعيش برز باي حاجه هتمشي معاكم خفيفه. لو انت جايه مستعجله مش تاخد معاكي اي وقت. شايفين البطاطس دايبه دوب ازاي، مستويه ما شاء الله، وفي نفس الوقت مش مهريه، لاني خليت بالي ان يبقى فيها يعني سنه كده بسيطه. شايفين الفراخ برضو ما شاء الله دايبه ازاي، بألف هنا وشفا. ورجعت بقى للصالون بتاعي، كان هنا بقى الدهان بتاعه نشف. جبت بقى كان عندي قماش وكنت بصراحة مش مستعملاه، فانا قلت استغله في ايه كده. انا كان لون الصالون بتاعي اصلا مش عاجبني، القماش بتاعه ما كانش عاجبني خالص، فانا قلت استغل القماش ده كده. فانتوا لو عندكم اي قماش انتوا عارفين انه هيمشي معاكم في اي حاجه زي كده، استغلوه ما ترموهوش. على فكره الفيديو ده كده مخلص، لا في جزء تاني انا هنزله لكم، هوريكم انا عملت ايه بالقماش ده والشكل النهائي هيبقى ايه للصالون. وعايزاكم تدوني رايكم ايه، واكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.